السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. قبل ما نبدا كلامنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، نكسب صلاه النبي. النهارده بقى جايين لكم فيديو جديد ويا رب يعجبكم. الكشري المصري بقى وتكاته وحركاته. فاحنا انتوا عارفين مكوناته، يعني احنا دلوقتي هنسلق المكرونه، هنيجي مع بعض واحنا بنسلقها. عندنا 3 انواع مكرونه، عايزين تحطوا 2 حطوا. فدلوقتي هنيجي بقى واحنا بنسلق المكرونه. عندنا المكرونه اللي هي ده حبايبي، اللي هي معوجه دي، عايزين تعملوا بدلها المرمريه ماشي. وعندنا خواتم اللي هي دي، وعندنا الاسباجيتي. بس الاسباجيتي حبايبي بنقسمها 2 عشان الكشري بيتاكل بالمعلقه. فناخد الحاجه بقى ونروح على الحله. الحله فيها ملح بس، بحط الزيت ملح والميه بتغلي اهيت. هننزل بقى بالمكرونه. بس يا حبايبي بقى بالله عليكم ان عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس بكلمه الكل. بنقسم المكرونه كده اهو في كيسه ل2 وبننزل بقى كده. وهنقلبها بقى لحد ما تستوي. بس انا مولعه هنا على حمص الشام عشان بياخد وقت شويه، بس هقول لكم انا عملت فيه ايه. طبعا البقوليات يا حبايبي بتتنقع من بالليل للصبح، ما نقعتوهاش من بالليل للصبح ومستعجلين. انقعوا كل حاجه في ميه مغليه لمده ساعه، وبعد كده اشتغلوا فيها على طول. هنسيب بقى المكرونه تستوي. هقول لكم بقى نجيب بس المسحه. دلوقتي يا حبايبي حمص الشام اهو، انا عملت فيه ايه؟ منقوع من بالليل. جبت حطيت عليه ميه في الحله، وبحب كده احط له بصلايه مقسومه 2 كده، وطماطمايه، وفص توم صغير، ونطره كمون. عشان ايه؟ الغازات اللي بتطلع من الحاجات دي وكده لازم نطره كمون. وبعد ما غلى وطيت عليه شمعة لحد ما يستوي. هو لسه هيخش في السوا اهو، ما بحطلوش ملح ولا حاجه يا حبايبي. هي بصله وطماطميه وفص توم ورشه كمون. ما بحطلوش ملح الا لما يخش في السوا، عشان الملح بيبطئ السوا بتاعه. وما يغلي بقى بتوطوا عليه سهريه لحد ما يستوي. هنخلص المكرونه بقى ونجيلكوا واحنا بنكمل الحاجه. ده العدس. الكميه بقى انا مش هعديكوا يعني كميه معينه، لان ايه ده حسب الكميه اللي انتوا بتعملوها. عايزين تعملوا كوبايه من كل حاجه ماشي. العدس اهو انا بصراحه ما نقعتوش ولا حاجه، هعمله على طول وتشوفوه معايا برضه. هيستوى وهيبقى كويس وكل حاجه. بغسله بقى كده، ما فيهوش يعني افتكاسات. في ناس بتحط بقى في الحله العدس على الرز بالشعريه، بس انا ما بحبوش كده لان بيبقى ايه، الرزايه بتبقى لونها اسود. هي تكات الكشري لسه بقى هتيجي بقى في الحاجات التانيه. بنغسله كده اهو. عايزين بقى تنقعوا العدس من بالليل ماشي، عايزين تنقعوا قبلها بساعه في ميه مغليه لو مستعجلين ماشي. بس انا هولع عليه على طول كده، يعني هو كده كده مش هياخد سويه. اللي بيشوفني دلوقتي ولسه يحط اللايك ينزل يحط اللايك ويفعل الجرس بكلمه الكل عشان يوصل له كل جديد. نحط بقى عليه ميه. ما احطلوش بس الا حبه كمون وهو بيستوي. الميه يا حبايبي رشه كمون كده اهو. واما يغلي بنوطي عليه برضو لحد ما يستوي. واقول لكم خد قد ايه في السوا بالظبط. حطينا على بس رشه كمون، ولما يغلي هنشوف ايه، نوطي عليه بقى ايه لحد ما يستوي. وما نخلص بقى الحاجات هنجيلكم واحنا بنعمل بقيه الحاجه. بصوا حبايبي العدس اهوت بعد ما استوى زي ما وريتلكم. غلى وطيت عليه ربع ساعه واستوى اهو، والواحده بوحدتها من غير نقع ولا اي حاجه. هنسيبه بقى كده لساعه الغدا، وما نحطش عليه اي حاجه. نسيبه بقى يتصفى بعد ما نغسله. والمكرونه اهي بعد ما استوت هنعمل ايه بقى يا حبايبي؟ غسلناها وسبناها تتصفى.
هنقوم نازلين عليها بقى في الحاجه اللي هنحطها فيها كده. هننزل بقى كده خلاص. هنحط عليها بقى التكه اللي تخليها لتاني يوم مفرفطه وجميله، وممكن تاكلوها حاف كده. هنحط عليها بقى ايه، رشه ملح وفلفل اسمر، رشه ملح كده اهو، مش كتير عشان هي مسلوقه بالملح، وفلفل اسمر، حبيت فلفل اسمر كده اهو، ورشه زيت. معلقه الزيت دي بقى حبايبي انا بعملها على البارد كده، ونقلبها بقى. ايدي نضيفه يعني، ومش هتلزق ولا حاجه بقى لتاني يوم لو فاض حتى حبه كده اهو حبايبي على البارد. تاخدوا منها بقى طول اليوم، تفضل زي ما هي، ولا تحتاجوا تسخنوها ولا حاجه. اهي يا حبايبي شوفوا هتفضل كده على طول. حبايبي بصله الكشري بقى لازم نحمرها اول حاجه. ليه؟ لان بناخد منها بقى للصلصه وللرز وللحاجات كلها. هنعمل ايه؟ بنقطعها جوليان رفيع يا حبايبي خالص، على قد ما تقدروا. لو عندكم المكنه اللي بتقطعوا ده اعملوا بيها، لان لو اتقطع تخين مش هيقرمش. قطعنا اهو حسب الكميه. بنجيب بقى حبه نشا، ونحط على حبه نشا عشان يبقى زي بتاع المحلات بقى. حبه نشا كده، ونقلب شويه النشا في البصل، بيمتص السوائل اللي في البصل يا حبايبي، وبيدي قرمشه حلوه والشكل اللي بتشوفوه بقى. هنعمله كده اهو بس عشان الكميه كبيره. بالله عليكم يا حبايبي ما تنسوش الاشتراك في القناه. اللي بيشوفني من داخل مصر او من خارج مصر يشرفني كده ويشترك ويحط لايك حلو كده وتعليق جميل. الزيت سخن اهو يا حبايبي. بننزل بقى بكميه البصل كده اهو، يعني هعملهم على مرتين لان كميه كبيره كده اهو حبايبي. ونسيبه بقى يتحمر براحته ونطلعه على مناديل ورق. دلوقتي يا حبايبي خدت معلقه زيت من بتاعه البصل اللي انا بحمرها، وحطيت فيها فص ثوم. هنقليه كده نشوحه لحد ما لونه يصفر، ونشوف هننزل مع بعض ازاي. دلوقتي يا حبايبي الثوم احمرت، هننزل بحبه كمون وحبه كزبره تشموا بقى ايه ريحه الكشري كده كده يا حبايبي. ندوها بقى تشويحه مع الثوم، وننزل بعصير الطماطم اللي عليه رشه سكر. هنحط يا حبايبي حبه شطه كده، رشه شطه صغيره، والملح عشان الكميه بس ايه كبيره، والفلفل الاسمر. وبعدين بقى حبايبي اهم حاجه يا حبايبي واحنا بنحمر التومه في الزيت بتاع البصله، هي دي التكه المهم اللي زي بتاعه المحلات. بعد ما تصفر ننزل عليها بالكمون والكزبره بس، ونقوم نازلين بعصير الطماطم نديهم تقليبه مع التوم، وهنغطي عليها بقى لما تتسبك نوريها لكم. دلوقتي يا حبايبي الدنيا اهي خلاص، هشوفها دلوقتي استوت ولا ايه كده. يعني لسه سنه صغيره كده. لا هي استوت يا حبايبي.
اهي استوت خالص اهي. هطفي عليها بقى، بصفيها بس من ميتها وخلاص. ايوه شوفوا بقى البصله. دلوقتي يا حبايبي البصله اهي اتحمرت اهي وخرفشت. بنطلعها بقى كده اهو، بنصفاها من الزيت ونطلعها على مناديل ايه ورق. والصلصه بتتسبك معانا، والحمص صفناه من الميه اللي فيه في مصفى، بس ما نغسلوش بقى عشان بيبقى اخد من تطعيمه الطماطم والبصل، واما بيخش في السوا بنحط له الملح بتاعه المظبوط. هننزل بقى بقيه الكميه. يا حبايبي وهيخلص بقى، وناخد بقى من الزيت بتاعه نعمل الرز اللي بشعريه والصلصه الزيت. نديله بس تقليبه دايما كده، بقلبوه كل شويه عشان ايه النشا ما يمسكش في البصل ويبقى حته واحده. هو عامل معايا كده في الاول عشان لسه يعني اقلبه، فقعدت فرطته كده بشوكه وسكينه كده مفكوك من بعض، بس لازم تديله تعفيره النشا دي. هنيجي معاكم بقى واحنا بنعمل الصلصه. دلوقتي يا حبايبي هنعمل مع بعض بقى الدقه بتاعت الكشري. معانا ايه؟ نجيب كده بوله دي كوبايه ميه سخنه، لازم الميه تبقى سخنه يا حبايبي، كوبايه ميه سخنه. هي دي مش هتقضي. نص كوبايه خل على كوبايه الميه الدافيه، نص كوبايه خل. معانا بقى ايه هنا في الطبق؟ ليمونه، وهنا فص توم صغير. عايزين تحطوا التوم زي ما انتوا عايزين حطوا، بس انا ايه عشان ما يتعبش المعده وكده بحط ايه حته صغيره. يبقى فص توم، كمون، كزبره، ملح. الميه الدافيه بتخلي الحاجات دي تدوب في ثواني. هنجيب مطويه تانيه بقى. لانها مش مكفيه. يا حبايبي هندوب بقى كل ده ببعضه ونعصر الليمون. هي ليمونه واحده. متنسوش اللايك يا حبايب قلبي والاشتراك، عشان ما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك. معلش لو صوتي واطي، ساعات بيعلى شويه بوطي شويه، معلش بقى استحملوني. عشان الميه دافيه يا حبايبي. شوفوا الملح بقى والتوابل بتدوب بسرعه كده، وما تحسوش ان التوم ني يعني قوي. الميه تكون سخنه كده، كوبايه الميه نص خل، يبقى كده الدقه جاهزه يا حبايبي بمنتهى السهوله. هنيجي بقى مع بعض واحنا بنعمل الشطه ازاي. مش يعني ليه العيون واطيه فحاجه مضايقاني خالص. الوقت يا حبايبي حطينا شويه زيت من بتاع البصل المحمر وعليه الشعريه عشان نعمل الرز بقى بشعريه. الحتت الصغيره اللي انتوا شايفينها دي ده بصل محمر. والصلصه يا حبايبي نسيبها شويه وتخلص، تسبك بس شويه. هتعجبكم قوي 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 الكشري ده، هيعجبكم حاجه كده من الخيال. دلوقتي
حبايبي الشعريه اتحمصت. انا بحمصها سنه صغيره عن الرز اللي بشعريه العادي، عشان هي رز شعريه الكشري بتبقى ايه متحمصه زياده سنه. هنحط بقى الرز. هقول لكم المقدار حبايبي كده سريعا. بنحط نص كوبايه شعريه على كوبايتين رز اللي هي كوبايه الشاي العاديه، وكوبايتين الرز بياخدوا نص شعريه عشان لا تبقى كتيره قوي ولا قليله قوي. انا ما بحبش الشعريه كتير في الرز. والميه كل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه. ميه طبعا ايه مغليه. بصوا حبايبي انا بحب ايه اشوح الملح مع الرز. هنقعد بقى بنشوح الرز بقى لحد ما يخشول كده ويبقى ميته نشفت عشان يبقى مفلفل وحلو. هتمشوا على الخطوات ده حبايبي. حتى الرز ابو شعريه بيتعمل كده بالظبط، بس طبعا بتحط له زيت ايه عادي بقى. كل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه. طبعا انا عارفه ان الكبار عارفين وفاهمين، انا بكلم بس اللي ايه مبتدئين واللي لسه ما بيحبوش المطبخ بمعنى اصح. هننزل بقى بالميه. ميه حبايبي مغليه عشان يبقى مفلفل. هنقلبه بقى، ولما يشرب ميته بنوطي على النار شمعة ونحط له الشياطه لحد ما يستوي. دلوقتي يا حبايبي حبه زيت اهو من بتوع البصل في نفس الطاسه بقى، دول شويه الزيت اللي فاضل. ونحط بقى ايه معلقتين شطه كده حلوين في قلب الزيت. بس طبعا تبعدوا بس نفسكم عشان ايه ريحتها بتبقى صعبه قوي. ونقلبها كده في الزيت لحد ايه ما تغلي كده، تغليها غلوتين كده. دي يا حبايبي اللي بتاعت مطاعم الكشري، بس بتبقى نار بقى، يعني خلي بالكوا ايه وانتوا بتحطوا. تغلي بس كده غلوتين، ريحتها صعبه قوي. نقوم حاطين ايه هنحط بقى يا حبايبي كبشتين او كبشه صلصه بس من بتاعه الكشري اهي. كبشه صلصه حبايبي ننزل عليها ايه على الشطه بس كده اهو. هي كده الصلصه خلصت يا حبايبي. هطفي عليها بقى. هي صلصه الكشري ما بتتسبكش قوي قوي يعني. هنبدأ بقى شوفوا حلوه يا حبايبي. تقليبه بس كده اهو. انا قايله لكم لازم تلبسوا كمامه او حاجه وانتوا بتعملوها، انتوا اللي بيصوركم بقى لو حد بيصوركم، لان البيت كله بيكح. شوفوا حبايبي بقى شكلها. هي دي الشطه الزيت اصلا هي بس النتيجه البيت كله بيكح وهتص يا حبايبي. هنشوف بقى الصلصه وسمكها مع بعض. بصوا يا حبايبي سمكها اهو. ده سمك صلصه الكشري، لا تبقى خفيفه قوي ولا تقيله قوي. الرز بقى هنحطه يا حبايبي اهو. الرز اهو يا حبايبي اتشرب اهو يا حبايبي. هنقلبه بقى تقليبه كده اهو، ونحطه بقى ايه على نار شمعة كده على الشياطه لحد ما يستوي. شوفوا الرزايه مفلفله ازاي حبايبي، عشان ايه تمشوا بالخطوات اللي قلت عليها. ونجيلكوا بقى واحنا بنعمل الطبق. دلوقتي حبايبي بقى هوريكم بقى شكله. ادي العدس اللي بجبه، وادي المكرونه. شوفوا حبايبي الواحده بوحدتها اهي. وشوفوا بقى البصله سامعين صوتها. شوفوا بقى قرمشتها بتنزل بودر اهي. وده الحمص، الطماطميه محمره شويه، ودي الدقه بقى
ودي الشطه الزيت، والطماطم بقى الصلصه انتوا شفتوها، والرز ابو شعريه. بس انا مش هعرف بقى اوريكم شكل الطبق الوقت، هتشوفوه في الصوره المصغره. وبالله عليكم يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه، واللايك الحلو الجميل عشان ده اللي بيرفع الفيديو. وبالله عليكم لو جربتوا الكشري وعجبكم ادعوا لي دعوه حلوه كده في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.